السلام عليكم، معاكم فطوم. النهاردة هنعمل مشروبات شتوية سخنة وهو ده وقتها. الجو ساقع جدا والمشروبات دي بجد بتدفي وبتشبع وحلوة قوي وإن شاء الله متوفرة عندنا. وفي بقى منهم مشروب مهدور حقه، يعني تقريبا محدش بيتكلم عنه كتير مع إنه حلو جدا وبيدفي وبيشبع كمان. النهاردة هنعمل مع بعض 3 مشروبات زي ما قلتلكوا. ال3 بصراحة حلوين. أول واحد فيهم اللي هنبتدي بيه وده يعني معشوق الجماهير، كل الناس بتحبه كبار وصغيرين، وهو الهوت شوكولات. عندي أول حاجة كوباية من اللبن، وهحط عليها بقى الكاكاو. الكاكاو عندك لو كاكاو خام نخلي بالنا كويس جدا من السكر، لأن الكاكاو الخام مفيهوش سكر. لو الكاكاو بتاعك محلى برضو تخلي بالك من السكر، علشان خاطر ما تزوديش سكر قوي تحسي انتي بتشربي حاجة مسكرة زيادة عن اللزوم. انا هنا حطيت 2 معلقة كبار من الكاكاو الخام، وحطيت عليهم معلقة من النشا صغيرة، وهحط عليهم كمان 2 معلقة من السكر زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا مش هكتر سكر، ليه بقى؟ علشان خاطر هحط شوكولاتة مبشورة في الكاكاو، وحطت سنة قرفة صغننة. سنة القرفة دي تقدر تستغني عنها طبعا، بس هي بتودي الشوكولاتة بجد في حتة تانية خالص. وانا بقلب كده هحط من الشوكولاتة المبشورة دي 2 معلقة كده صغيرين. تقدري تستبدليها بالشوكولاتة العادية المكعبات، بس دي شوكولاتة طبخ عادية جدا وانا بشرت منها شوية واخدتهم في الكاكاو. هبدأ ان انا بقى اقلبه كده على النار، وبدأ لما يسخن كده بدأت احط كمان 2 معلقة من الشوكولاتة المبشورة. عشان كده انا مزودت السكر في الاول لان الشوكولاتة دي مسكرة شوية. وخلص معايا المشروب. اسهل مشروب وقوامه حلو جدا. النشا اللي حطيناه مش كتير، بس مديله قوام حلو، مش السائل خالص اللي هو مية، وفي نفس الوقت مش تقيل. مشروب شتوي وسهل، وتقدري بقى تعملي فيه الشكل اللي تحبيه. انا عن نفسي حطيت على الوش بتاعه مارشميلو ورشة من الشوكولاتة المبشورة. تقدري تحطي كريمة، تقدري تحطي كريم شانتيه مضروب على الوش، هيبقى طعمه حلو جدا برضو. كل دي اضافات زي ما انت تحبي. وقدمته معاكم بالشكل ده، وبصراحة كان طعمه تحفة يا جماعة، تحفة بجد، لازم تجربوه. شكل وطعم يعني خطير. وده كده مشروب الكاكاو بتاعي خلص. هنخش بقى في المشروب التاني. ده مشروب بقى خطير، يعني تقدري تاكليه بالمعلقة، يعني أكل وشرب في نفس الوقت، ومشبع جدا وكمان بيدفي قوي. السحلب. وجمال السحلب ده يا جماعة فظيع فظيع بجد. طيب انا بعمل ايه؟ انا عن نفسي بجيب السحلب بتاعي اللي هو اللي بيتباع دي في السوبر ماركت، اللي هو بودرة السحلب. طب لو ما عنديش وعندي امكانيات ان انا اجيب دقيق رز ونشا وجوز الهند، ال3 دول بيتحطوا مع بعض بيبقى عندي احلى سحلب. وطبعا بقى المكونات اللي جوه اللي احنا بنحب نحطها، نحط مثلا مكسرات، فول سوداني مجروش كده، هيبقى تحفة. انا هنا عندي جبت بودرة سحلب عادية جدا اللي هي بتتباع في السوبر ماركت. الكوباية بتاعة اللبن حطيت عليها معلقة كبيرة من بودرة السحلب، وهنا انا عملت غلطة، يعني حطيت معلقة كبيرة مليانة يعني. وحطيت هنا كمان معلقة من جوز الهند. هوريكم دلوقتي الغلطة اللي انا غلطتها ازاي صلحتها. وكمان هحط معلقة لمعلقتين من السكر زي ما تحبي، زي ما تحبي انتي طعم السكر بتاعك اللي انتي بتحبي تشربي بيه. وكمان كنت جرش عندي شوية فول سوداني، طبعا مش هنقول مكسرات يا جماعة، المكسرات غالية جدا وحطيتها كمان. وبدأت أقلب كل ده على البارد، علشان خاطر النشا طبعا اللي في السحلب ما ينفعش نحطه على النار كده. بعد ما يدوب معايا تماما في اللبن هبدأ ان انا ارفعه على النار.
برضو هقلب على النار، تكون نار وسط، اهم حاجة تكون النار بتاعتي وسط. وهبدأ ان انا اقلب معايا كده لحد لما احس القوام بتاعي تقل شوية. المفروض ان هو بيبقى سائل يعني حاجة كريمي بسيطة، مش اللي هو يوصل لمهلبية يعني. هو هنا لقيته معايا تقل جدا، ان البودرة دي تقريبا النشا فيها كان اكتر شوية. فعملت الحل بسيط جدا يا جماعة، علشان لو حد وقع في حاجة زي دي، زي فنجان صغير من اللبن حطيته على السحلب، فك السحلب تماما وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس هو ده القوام اللي انا عايزاه، يعني انا عايزاه تقيل سنة، يعني زي بودنج كده شوية. وبدأت بقى زين الوش بتاعه بجوز هند وشوية من السوداني المجروش. اهو السوداني بتاعنا المجروش ده، يعني انا قشرته ودقيته بس كده بهون او حاجة، وبس بقى عندي كده جاهز. حلو بقى للاطفال وحلو كمان للكبار، وحلو قوي في الشتاء ده لانه بيدفي بجد حقيقي. وزي ما قلت لكم السحلب عبارة عن بودرة رز، جوز هند ونشا. دي مكونات السحلب لو ما عندكيش بودرة سحلب. تالت مشروب معانا بقى، وده من المشروبات اللي بجد مهدور حقه ومحدش بيتكلم عنه اصلا، وهو المغات. المغات مش بس يا جماعة للناس لما بتجيب بيبي جديد فبيعملوا لها مغات، لا، المغات ده على فكرة مشروب شتوي تحفة، بيدفي جدا 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 وكمان بيشبع جدا. المكونات بتاعتنا فيه هي أول حاجة ولازم تكون موجودة سمنة بلدي، عشان هي دي اللي بتديله الطعم الحلو قوي. سمنة بلدي مش زبدة عشان ما تتحرقش معانا. ومعلقة من البودرة بتاعة المغات، ده أنا جايباها بودرة خام يعني مش عليها أي حاجة إضافات، أنا اللي بحط الإضافات بتاعتي اللي أنا عاوزاها. حطيت كمان معلقة من السمسم، وهنا أنا كترت السمسم عشان أنا بحبه، لكن هي معلقة المغات حطي عليها نص معلقة صغيرة سمسم أبيض. وحطيت معلقتين من السكر، بس كده دي المكونات بتاعتي. هاخده بقى على النار، نار هادية خالص، وأبدأ إن أنا أقلبه. وأهم حاجة زي ما بقولكوا على نار هادية، علشان خاطر المغات ده لازم يستوي، لازم يتحمص. في الأول كده بيبقى ماسك في بعضه شوية، بس بعد ما يعني بيستوي كده وبيتحمص بتشوفوا ان هو لا بيفك، بيبقى سايل زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا بقول لكم زي ما انا قلت لكم، انا مكتره شويه السمسم بس انا بحبه كده. لكن هو المفروض يعني الاصول بتاعته تتعمل ان تحطي كميه سمسم صغيره، وفي كمان بيكون عند العطار عليه الاضافات بتاعته، يعني هو بيبقى حاطط لك السمسم وحاطط كل حاجه فيه. وهنا انا ليه حطيت سمسم ابيض؟ علشان خاطر السمسم الابيض مش متحمص، فلما هتوصل درجه التحميص زي ما انتوا شايفين كده اتحمص السمسم، اعرف ان كده المغات هو كمان اتحمص وعندي جاهز. هبدا ان انا احط كوبايه الميه بتاعتي السخنه. لو انتي حباه تقيل بتحطي الكوبايه اللي هو معيار الكوبايه اللي انا حطيته ده، بتحطي عليه كوبايه الا ربع كده من الميه، بيبقى تقيل وسميك. لو انت عايزاه زي ما انا عملته كده اللي هو القوام بتاعه خفيف شويه، بتحطي كوبايه الميه بالظبط، وكمان معلقتين كده زي ما انتوا شايفين، اللي اتبقى معلقتين بالظبط. وكمان لما بيبرد شويه بيتقل تاني. هحط بقى على الوش شويه جوز هند، وممكن استغنى عنهم عادي. بس يا جماعه ده من المشروبات بجد اللي بتدفي وحلوه جدا وبتشبع. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط وعجبك. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير، وتدوسي على زرار الاشتراك علشان يوصلك كل جديد بينزل. وألف هنا وبس.